بعد الأخذ والرد بشأن قائمة ال8 مترشحين لرئاسة الحكومة، أفرزت لجنة المسار الحكومي قائمة جديدة تضمنت 5 مترشحين عن أسمائهم وأعمارهم ومناصبهم السابقة. منصور معلة من مواليد 1 مارس 1930، سياسي حقوقي ورجل أعمال واقتصاد. مصطفى كمال النابلي من مواليد 10 فيفري 1948، خبير اقتصادي شغال محافظ للبنك المركزي بعد الثورة. جلول عياد من مواليد 6 فيفري 1951، خبير مالي ووزير مالية سابق في حكومة باجي القايد السبسي. أحمد المستيري من مواليد 2 جويلية 1925، محامي وسياسي، رئيس سابق لحزب الديمقراطيين الاشتراكيين. محمد الناصر الجويني تولى مناصب وزارية عديدة من حكومة هادي نويرة إلى حكومة الباجي قايد السبسي. وعن اختيارات الشعب التونسي، راديو توانسة استجوب فئة من المواطنين عن الشخصية الأجدر لرئاسة الحكومة المقبلة. والله شو لك كيما توا راجل اقتصاد، احنا عطينا واحد نتاع اقتصاد ويكون عنده دراية بالأمن الاقتصادي، نجم يكون اسمه مصطفى كمال النابلي، فهمتني؟ هذا شو رايك؟ حتى محمد الناصر باهي. والله نورمالمون في المرحلة هذه نتصور أنا كمال النابلي، مصطفى كمال النابلي نتصور، خاطر مشكلتنا اقتصادية بالأساس. نتصور أنا إن شاء الله معناه يكون هو في المستوى. سياسيا نتصوروا مش ينجح برشا، اقتصاديا مش ينجح، خاطر سياسيا الله اعلم شكون مش يدعموا. يودي راهو في الاخر بكل كي مش نحكوا بالمنطق وكل، راهم 8 اللي حطوهم راهم يمثلوناش جمله. راهو شبيك راهم مش نحكي لك حاجه، انا راني اخترت كمال النابلي على خاطر تكنوقراط، لا اكثر لا قريتني انا كان جاي عندي البوفوار. يودي والله لا فهمت انا البلاد هذه كيفاش صايره يا اخي. فما صندوق، فما انتخابات، ما هو حكم التو مش تحكم مجلس التاسيسي، والمجلس التاسيسي اختار الحكومه يتكمل تعمل تخدم الحكومه. يا اخويا خلينا ندخلوا معاها في حيط. نحن ما هو مشكلتنا نحن التوانسه ما نحب معناها ديمقراطيين وكل. يا اخويا ريتها انت كمل معناها الموندان نتاعك واعمل انتخابات، حط اللي تحب عليه من بعد. اقسم بالله لا فهمت انا كان جاي عندي رايه ومعناها ويسمعوها، اقسم بالله لا فما حتى واحد ب8 يتحط. على فكره راني مشني نهضر، فهمتني؟ فما اغلبيه في المجلس التاسيسي اختارت حكومه ولا الماجوريتي، هذيك هي الديمقراطيه. حب اللي حب وكره اللي كره، هي حكم الاغلبيه الديمقراطيه. ما هي حكمه الاغلبيه ولا حكم الاختيار نتاعنا في الوقت المعين هذاك. يا خويا نكملوا به، كملت الموندا نفرضوا عليه، انا معاه نفرضوا عليه نكملوا الدستور ونكملوا كل شيء ونعملوا انتخابات مبكره. انا ما فهمتش علاش ما عملناش انتخابات مبكره، علاش نختاروا في عباد كيما هكا. ما الحق نتاع ربي ما فهمتهاش هذه وما استوعبتهاش. ولا مازال مش نفهمها حسن. نتصور على خاطر نعاود نقول راكم والله كان في تونس بركه صاير تجيبوا 8 من الناس من عام 30 ومعاهم 20 ونحطوهم ايش قلت لك هذوما اختاروا بينهم، كان مش من هذوما رانا مش نموت. معناها شويه احترام للذات التونسي بالله. وراهم مش هم 8 هذوكم هما اللي يمثلونا، هذوكم راهم باز 8 هذوكم مع كل احترامي معناها المستوى العلمي ونتاعهم وكل شيء. فما ناس مش تدزهم راهم في الاخر بكل مش يخدموا اجنده معينه. إذا يلزم في اللي يتفقوا في بعضهم يحطوا شخصية محايدة بمعنى عام، خاطر ما فماش انسان محايد تو في تونس يقول لك ما تبعش تيار معين ولا فكر معين، لكن هو يعدي الفرح القادمة معناتها جوست يمشي شوية الاقتصاد، معناتها ينزل شوية على اتحاد الشغل باش ما يكثرش من الإضرابات، يحاولوا يسرعوا في القانون الانتخابي فقط جوست معناتها الفترة تعدى فيها القانون الانتخابي، يخدموا مجلس تأسيس الأعمال بتاع الدستور ونتلقوا في الانتخابات. كاسم من بين الأسماء اللي ممكن تشوفها أنت محايدة؟ والله حاليا ما نشوفش واحد محايد، لكن برشا عباد تحكي على سي أحمد المستيري بكونه عنده خبرة كما نقول، لكن أرى فيه في العمر كبير شوية في العمر، والخبرة اللي عنده خبرة قديمة معناتها كما نقول من عهد بورقيبة ومن بعد. ما عندوش خبره معناتها بتاع كما نقولوا احنا ينظر للواقع منظور بتاع شباب الثوره ولا الفتره بتاع 20 الاخرانيه بتاع السنين. اللي باش يشد رئيس حكومه يلزم يكون من الوزن الثقيل، يلزم يكون على الاقل اولا، وانا معاه اللي يقول ماهوش في العمر كبير،
ولازم يكون عنده على الاقل درايه بالاقتصاد. الامن عنده الامنيين، يكذب عليك اللي يقول لك الامن عنده الامنيين نتاعو، يلزم يكون على الاقل يخرجنا من هالاقتصاد. انا نراه كمال النابلي بما اني بنكاجي، نراه كمال النابلي هو المنقذ، وربما خاطر احنا مستحقين لحد عنده كاريزما وعنده ايماج، معناها صورته حلوه لبرا، صورته باهيه لبرا، وخاصه يكون عنده الاقتصاد. انا نراه في كمال النابلي الراجل اللي ربما ينجم يكون يتحمل الثقل الكل هذايا. لكن في القائمة اللي رشحتها لجنة المسار الحكومي شفنا عديد الأسماء، ممكن كبيرة في العمر، ممكن زادة عندها كانت مع النظام البورقيبي، مع نظام بن علي. أنا معاهم، أي إنسان فيه شوية شكوك، المرحلة هذه ما تتطلبش لا صراعات، لا معناها يلزم واحد يكون منطقي. علاش نحط واحد ونلقى الناس معارضته من غاديك؟ نحط واحد اللي الناس الكل توافق عليه. أنا نراه في كمال النابلي خدم محافظ من كان بعيد على تجاذبات سياسية، ربما عنده شوية مشاكل مع النهضة خفيفة ياسر. أنا نراه كمال النابلي ربما وقت اللي يتحط ما يلقاش معارضة، على عكس الكبار كما سيد أحمد مستيري، كما مثلا قيس سعيد ظهر الجانب نتاعو، ولو انه رجل قانون. احنا ما حاجناش برجل قانون الوقت الحاضر، حاجنا برجل اقتصاد باش يخرج المركب من الغرق، لا اكثر لا اقل. مستقله مش مستقله، المهم نتفاهموا عليها، ما نحيوش، نعديو الفتره الانتقاليه وخلينا ندخلوا في الانتخابات الجديده. احنا ديما نحي حكومه نحي حكومه نحي حكومه، نرجعوا بتوالي جات الحكومه الاولى نحيها، النهار الاول تنصبت نحيها، زاد هذا ينصبوها يعاودوا نحيوها. مش معقول، يلزمنا استقرار باش تستقل البلاد، استقرار امني. هكذا كانت اختياراتهم بين الرجل السياسي